السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكواتي المصري، حيث تعيش الحكاية من جديد. في كل شارع وحارة في حكاية تستاهل تتحكي. أنا أحمد زكي عارف، وجايب ليكم قصص مشوقة من تراثنا وتاريخنا، حكايات أجدادنا، حكم زمان، وحواديت تخليك تعيش جوه الزمن الجميل. اسمع واستمتع، لأن الحكاية لسه ما بدأتش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم علينا وعلى أسرتنا جميعا يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو الالتزام في رمضان، مفتاح البركة والتغيير. وإن شاء الله هيكون التزام جيد جدا لينا ولأولادنا، ويا رب دايما نفضل كده على طول السنة، كأنه رمضان بالضبط. نبدأ بإذن الله معاكم برنامج حكوات المصري، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مش مجرد شهر بنصوم فيه عن الأكل والشرب، لا، ده فرصة ذهبية لتغيير حياتنا للأحسن. المشكلة إن ناس كتير بتدخل رمضان بحماس أول يومين وأسبوع، وبعدها تبدأ تكسل وتضعف، وده احنا مش عايزينه. احنا عايزين نكون ملتزمين جدا زي أول يوم ويومين وتلاتة وأسبوع، نفضل كده طول الشهر. بعد ما قلنا الناس بتكسل وتضعف، وبآخر الشهر تلاقي نفسها محققتش أي حاجة كانت ناوية عليها الناس. علشان كده الالتزام هو مفتاح النجاح في رمضان. تعالوا نشوف ازاي نلتزم ونحقق اكبر استفادة من الشهر الكريم. 1. الالتزام بالصيام مش بس عن الاكل والشرب. الصيام مش بس انك تمنع نفسك عن الاكل والشرب، لا، لكن كمان انك تتحكم في نفسك، في غضبك، في كلامك، في اسلوبك، في معاملتك، في تصرفاتك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإنه سابه أحدا أو قاتله فليقل إني صائم. يعني رمضان مدرسة لضبط النفس، مش بس مقاومة الجوع والعطش، لكن مقاومة العصبية والغلط والكلام اللي ملهوش أي لازمة. 2. الالتزام بالصلاة في وقتها. رمضان فرصة إنك تظبط علاقتك بربنا. الصلاة في وقتها دليل على قوة إيمانك، وهي التي تعينك على باقي العبادات. جرب تحافظ على الصلوات في وقتها، وصلوات التراويح كمان، وهتشوف الفرق في قلبك ونفسيتك عاملة ازاي. الالتزام بالقرآن، وده رقم 3. عارف انك ممكن تختتم القرآن في رمضان بسهولة. لو قرأت 4 صفحات بعد كل صلاة هتلاقي نفسك ختمته مرة، ولو زودت شوية كمان ممكن تختمه 2 أو 3. بس الأهم من العدد الختمات هو إنك تقرأ بتركيز
وتحاول تفهم المعاني على قد ما تقدر، لأن القرآن نزل عشان نعيش بيه، عشان نعيش بيه ويكون شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله. 4. الالتزام بالدعاء والذكر. رمضان شهر الدعوات المستجابة، فلا تضيع الفرصة من يدك. خليك دايما على وضوء وردد الأذكار، واستغل أوقات الإفطار والسجود عشان تدعي بكل اللي نفسك فيه. ما تستهونش بالدعاء لأنه سبب في تغيير حياتك. صدقني حياتك راح تتغير 360 درجة. 5. الالتزام بمساعدة الناس. بمعنى الكرم في رمضان مش بس بالأكل، الكرم يكون بالكلمة الطيبة، بمساعدة المحتاج، بالتخفيف عن الناس. شوف حد محتاج وساعده، بس يكون فعلا محتاج، مش تجيب لي واحد في الشارع يقول لك لله وتديله هو اصلا عنده عمارات. الخير اللي هتعمله هيرجع لك اضعاف مضاعفة في الدنيا والاخرة. والصدقة والزكاة اهم شيء انك تعملهم، ضروري جدا ولو بالقليل. الصدقة لا تنقص من مالك شيئا، تأكد من هذا. 6. الالتزام بتنظيم وقتك، وده أهم شيء، تنظم وقتك جدا عشان تقدر تتأقلم عليه من بعد رمضان إن شاء الله وتكون ملتزم بإذن الله. رمضان فرصة لتتعلم إدارة وقتك. ما تضيعش اليوم في النوم والمسلسلات. نظم وقتك بعيد عن النوم والمسلسلات والأفلام والبرامج اللي ملهاش أي قيمة في حياتك. فنظم وقتك مع العبادات. حدد جدول يومي والتزم بيه، وهتشوف قد ايه يومك هيكون مثمر جدا جدا. 7. الالتزام بعدم العودة للعادة السيئة من بعد رمضان. بمعنى ان شاء الله في رمضان كل اللي انت عملته ما تضيعهوش من بعد رمضان، بالعكس كمل زي ما انت كده، وان شاء الله هتلاقي حياتك كلها التزام. فالالتزام الحقيقي هو اللي يكمل بعد رمضان. مفيش فايدة لو كنت بتصلي وتقرأ القرآن في رمضان وبعد ترجع اللي كنت عليه، وده غلط. احنا مش عايزين نرجع، ولازم يكون في فايدة في رمضان عشان نستفيد بيها ونقدر نكمل الشهور اللي بعد كده عشان نستقبل رمضان اللي بعده بنفس الصيغة، نكون ملتزمين طول العام. الالتزام في رمضان هو اللي هيخليك تطلع من الشهر الكريم وانت شخص جديد. ما تخليش رمضان يعدي عليك مرور الكرام، استغله، التزم فيه، وخليها تكون بداية حقيقية لتغييرك للأحسن. معاكم أحمد زكي عارف من برنامج حكوات المصري، بقلمي وتاريخ اليوم. جميع الحقوق محفوظة، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى أسركم جميعا. واستنوا مني الحلقة القادمة إن شاء الله مع حكواتي المصري، وأرجو من الجميع دعم لصفحتي. بارك الله فيكم، لايك وشير ومتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.